لازم نفرح وننبسط باللي جالسة تسويه دولة قطر. قطر قررت تبهر العالم بملاعبها الجميلة، وقررت تعطي دروس للغرب عن حياتنا ومبادئنا وكيف قادرين نكون الأفضل وأفضل منهم بعزيمتنا وتكاتفنا. ما شاء الله تبارك الله يا قطر، عز وفخر للأمة العربية كافة. البداية بتنظيم كأس العالم والفكرة اللي افتتحت فيها كأس العالم، وكيف قدرت توصل الرسائل بشكل جميل جدا. حتى فكرة افتتاح كأس آسيا هدفها جدا عظيم. فكرة إن إحنا كيف عايشين والمبادئ اللي عايشين عليها واللي عاش عليها آبائنا وأجدادنا، ووين عايشين وكيف إننا بنعيش في الصحراء وكيف إن حياتنا حلوة وبسيطة جدا. وفوق ذا كله درس للجميع إن إحنا كدول عربية قادرين ننظم أي شيء ونكون أفضل منهم، وأبدا ما يصعب علينا شيء دام إن الشعب العربي يد واحدة. اللي جالسة تسويه دولة قطر شيء يثلج الصدر، وأعظم رسالة قدرت توصلها دولة قطر لجميع العالم عندما تنازل حسن الهيدوس عن أداء قسم البطولة لكابتن دولة فلسطين مصعب البطاط. وربي أنكم فخر يا دولة قطر. وهذا يبين لك يا حبيب قلبي إن مهما يصير جميع الدول العربية يد واحدة، وهذه ميزة ربانية فينا كوننا مسلمين. ولكن قبل أن نتعمق لا أوصيك بالله وصلوا على سيد البشر حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وزيد وبارك. يا هلا بكم، مرحبا. رجعت من جديد وبشكل جديد في بطولة آسيا، وأول مباراة بين المنتخب القطري والمنتخب اللبناني في افتتاحية البطولة. وشفنا كيف منتخب لبنان كان معتمد على التكتل الدفاعي وتكثير المساحات واللعب على المرتدات، وقدر مدرب منتخب لبنان ينجح في هذا الأمر نوعا ما. صحيح في تكتل دفاعي، ولكن أبدا ما كان في تنظيم دفاعي، ووقفة اللاعبين كانت سيئة في الحالة الدفاعية، وفي مساحات كبيرة جدا في الملعب وخاصة بين المدافعين والمحاور. وقدر يستغل النقطة هذه أكرم عفيف ويسجل الهدف الأول. للأمانة شفت في أرضية الملعب فرق إمكانيات وجودة لاعبين منتخب قطر كانت أعلى من جودة لاعبين منتخب لبنان بشكل كبير جدا. مع كامل الاحترام لمنتخب لبنان وللاعبين المنتخب اللبناني، جودة لاعبين منتخب قطر كانت أفضل بكثير من منتخب لبنان. لاعبين قطر كانوا مستغلين الضعف اللي عند الظهير الأيمن في المنتخب اللبناني، وكان فيه خطورة كبيرة جدا، وقدر المعز علي يسجل الهدف الثاني. وللأمانة مدافعين المنتخب اللبناني كانوا واقفين بشكل سيء جدا في الملعب، ويحسب للمعز علي بالتحرك اللي سواه بين المدافعين وقدر يسجل الكرة بدون أي مضايقة. وهنا يبين لك يا حبيب قلبي إن مدافعين المنتخب اللبناني كانوا ضايعين في المباراة. وفي نهاية المباراة أكرم عفيف قرر أنه يسجل الهدف الثالث وينهي المباراة. للأمانة منتخب قطر قوي وقادر أنه يتطور في المباريات القادمة، ولكن يبقى السؤال الأكبر، هل منتخب قطر قادر يحافظ على اللقب ويحقق البطولة للمرة الثانية في تاريخه؟ أتمنى تشاركني في الكومنت، ولا تنسى اللايك يا حبيب قلبي، وإذا ما كنت مشترك قل لي وش منتظر. اشترك الآن، والسلام عليكم.